على قائمة البدلاء بعد حضور لويس سواريز. الرأسية هنا جول، ضاعت الأولى ما ضاعت الثانية، وسجل برشلونة الهدف الأول. ضاعت الأولى من ميسي، أنقذ الموقف فابريسيو، ولكن الآن ميسي يتقدم، ورأسية ميسي في مرمى ديبورتيفو لاكورونيا بالتخصص. ميسي يعني ميسي يحب أن يلعب أمام ديبورتيفو لاكورونيا، لكن لاحظوا العمل قبل ذلك، ولاحظوا الكرة اللي تحولت على رأس ميسي مباشرة في مرمى فابريسيو، مسجلا الهدف الأول لمصلحة برشلونة. حلوة اللقطة، جميلة جدا من راكيتيتش المتألق الكرواتي اللي حولها إلى الأمام مباشرة. رأسية ميسي في مرمى ديبورتيفو لاكورونيا. هنا البرشا يتقدم بهدف واحد على الفريق الكتالوني أن يسجل الهدف الثاني والثالث. هكذا يفكر برشلونة، وهكذا فكر ريال مدريد أمام ختافي، وهكذا فعل أتلتيكو مدريد أمام غرناطة. هدف واحد غير كافي. هنا اللاعب أليكس بيرغالتينيوس، وهنا ميسي يحول الكرة إلى نيمار. نيمار سيطر عليها والتقدم. جول ميسي، هدف ثاني لبرشلونة مباشرة. الكرة في المرمى بعد أن تقدم ميسي وبعد أن تقدم لويس سواريز، وبالتالي ميسي نفسه يعني آخر لقاء كما ذكرت في موسم 2012-2013 ميسي أتى بالهاتريك. الآن ميسي يكون في الطريقة بالطريقة أولا الكرة رأسية الهدف الأول، وبهذا الشكل الجميل نقل الكرة نيمار هنا تقدم ميسي والكرة عبرت، وميسي يسجل الهدف الثاني لمصلحة برشلونة. صارت 2-0. وفي المباراة رقم 10 أصبح ميسي يسجل الهدف رقم 11 في مرمى ديبورتيفو لاكورونيا. نيمار صانع الهدف، ونيمار عنده 12 هدف، وميسي أصبح عنده 18 هدف، وبقى لويس سواريز إلى هدف. سيرخيو باسكت إلى نيمار، يتخلص نيمار، وأمام ميسي، حولها إلى ميسي، ولكن في ضغط من أكثر من لاعب على ميسي على أساس تصل في الأخير إلى داني ألفيش مرة أخرى إلى ميسي يتقدم، يحولها لكنها تصل، تحول إلى ضربة ركنية. ويعني الخطورة ما بين الاثنين، ما بين ميسي ونيمار. إلى ضربة ركنية لمصلحة برشلونة، بينية منقولة وصلت إلى ميسي. جول، الهاتريك لميسي، يعني مثل ما فعل 2012-2013 أتى بالهاتريك، يأتي هنا في ملعب ريازور يكرر الهاتريك الآن ويسجل الهدف الثالث. الكرة من الأساس إلى ضربة ركنية، يوم لعبت بينية تابعها ميسي وسدد له كرة قوية على يمين حارس المرمى في الزاوية البعيدة، وبالتالي لاحظ يوم تقدم ميسي والكرة البينية الجميلة. لاحظ ميسي وين لعب الكرة، لعبها في الزاوية على يمين حارس المرمى، وبالتالي ميسي يمسي على جماهير ديبورتيفو لاكورونيا وعلى جماهير برشلونة، ويسجل ويمسي على الجميع بإحراز للهاتريك في مباراة اليوم. صارت 3-0 ميسي والأهداف الثلاثة. تصل الكرة لمصلحة اللاعب المتقدم، وصلت إلى ميسي على العموم في الأخير، لكن المدافع إلى حارس المرمى كلاوديو برافو. كالعادة متبادلة ما بين لاعبي برشلونة.
تصل إلى مدافع ديبورتيفو لا كورونيا، لكن مباشرة تصل إلى رافينيا، إلى ميسي، حولها إلى داني ألفيش. ميسي اصطدت وكانت في الجول. جول. يعني شوف، هي الآن إذا تبي تدخل ادخلت، سد ورد صارت، سد ورد صارت. يعني آخر لاعب أعتقد داني ألفيش هو اللي حول الكرة، اصطدت في